عملتي فينش. خلاص تمام. نفتح بقى كده السي ام دي. كده وحضرتك عملت بتسجل؟ معاك الكنترول. اه بسجل وابعت لك كله، ما تقلقيش يا دي. معاك افتحي. الكنترول كده يا باشمهندس. اه معايا. افتحي لي كده افتحي لي السي ام دي عندك، وهنكتب جواه نود داش في. داش ايه؟ معلش ريد. لا لا لا، ارجعي في. امسحي. اوكي. اعملي لي خليني اتحكم. وانت مش انا مديك التحكم ولا ما خدتوش؟ استنى طيب. لسه اعملي بس، بس كده. طيب. نود داش في. اه اوكي. هيقول لي الفيرجن اللي انا سطبتها بتاعت النود جي اس اللي انا سطبتها دي، تمام. ماشي. ابدا عايز اقول له ايه. النود جي اس ده المفروض ان هو بيسطب لي حاجه اسمها ام بي ام، النود باكج مانجر داش فيرجن في دي فيرجن يعني. فبشوف ماشي. الفيرجن هنا ايه عندي. 9.3.1. طيب الفي 18.14.1 دي فيرجن النود باكج تمام. مانجر، خلاص. مم. او النود جي اس اللي انا سطبته نزل لي نود باكج مانجر. ده بيبقى فيه زي فولدر كده، بينزل مع كل بروجكت انا بكريته. لو انا كريت بروجكت دلوقتي، عملنا ويب سايت معين مثلا، هنكريت بروجكت، فبيكريت لي ده نوع النود باكج مانجر اللي هتنزل لي نوع 9.3.1. ده بيفرق معانا في ايه بعد كده في انستولينج الباكجز. زي ما انت هدير كده جيت سطبت الانجلر ماتيريال على الفيرجن، فنزل فيرجن مش بتسبورت خلاص، لان احنا كنا مسطبين الفيرجن قديمه اللي احنا كنا مسطبين منها البروجكت. فانا لازم الكومباتيبيليتي بتاعه الفيرجنز. اي باكج هاجي انزلها بعد كده زي الانجلر ماتيريال هيقول لي دي بتسبورت نود كام، نود باكج مانجر فيرجن كام، ونود جي اس فيرجن كام. فانا لازم الفيرجنين دول ابقى مركز فيهم جدا. طيب خلاص. تمام تمام. معاك. طيب دلوقتي محتاج ايه؟ اعمل انستول بقى للنود باكج مانجر ام بي ام، خلاص، عشان ينزل لي الفايلات بتاعتي من على النت اللي هتتحط جوه النود باكج مانجر ده. تمام. انستول. دي زي لابرز يعني ليها. لايبرز اوكي. داش جي. خلاص. انه تمام. يجنريت النود باكج مانجر بتاعتي، فلازم اقول له ايه؟ داش جي، وعايزك تجنريتها تايب سكريبت، لان انا التايب سكريبت دي سبست من الايه؟ من الجافا سكريبت. تمام. وابدا اقول له انستول. انا دوست انتر ولا ما دوستش انتر عندك؟ ادوس لك انا طيب. لي انتر كده. استنى طيب استنى. هو مش بيدوس انتر ولا حاجه. تايب سكريبت. طب امسح التي واكتبها تاني واعمل انتر على طول. انت سامعني؟ هو معاك. هو وسام راحت فين؟ انت عملت لي ميوت. ما خدتش بالي، معلش. ماشي. هو كده عمل انستول وخلص ووقفني على الكوماند برومبوت، ماشي. انا اجي بقى دلوقتي اقول له ايه؟ عايز انستول الانجلر. لو انا جيت قلت له كده اهو ان بي ام انستول داش جي هات انجلر على سي ال اي. هو ما ينفعش تسطيبها الا عن طريق السي ام دي بس. اه او من ال ما هو السي ام دي، هو السي ام دي اهم حاجه.
او تفتحي الفي اس كود وتعملي نيو تيرمينال وتكتبي في الفي اس كود، هي نفس الفكره برضو، بيفتح لك تيرمينال على الاكسبلورر بتاعك. تمام. بس الحاجات دي بنسطبها مرة واحدة، بعد كده هتعملي ان بي. بعد كده ان جي نيو بروجكت على طول وتكريت البروجكت. هو راح فين؟ يعني دي في البدايه بس. تقولي ايه؟ ايه. يعني دي في البدايه بس، اول مره عشان اه بالظبط الانستول كده. بس. بتعملي اه بقى. بتحفظي الكوماندز دي بس في الانستولينج عشان لو بتسطبي الانفايرمنت في اي حته. تمام. لما هتيجي تسطبي بالمشروع تكتبي ان جي نيو او اسم البروجكت بتاعك فيتسطب على طول، مش هنعمل الخطوات دي تاني. تمام. معلش هنبوظ بس يا جماعه 5 minutes بس وارجع لكم. ماشي. ماشي، اتفضل. ماشي. انت شغالة فين يا أسامة؟ انت منين اصلا؟ انا من القاهره. شكلك مش من القاهره. لا انا من طنطا. من طنطا، اهلا بيكي. انت شغاله بقالك مم. كتير؟ اه بقالي سنتين ونص او 3 يعني، بس في نص سنة كده كنت شغالة من البيت عشان كنت بتجوز. اه تمام، مش مشكله، ربنا يصلح لك الحال ان شاء الله. وشغاله إن ديفيلوبر، شاء فرونت الله. اند ديفيلوبر؟ اه. بس ما حاولتيش تشتغلي باك اند؟ لا انا يو اي واكس وفرونت، اه. وفحتة الانجلر دي مش متظبطة معايا يعني. هو انت شغاله فاتحة. فرونت اند ايه اصلا؟ ايه. شغاله فرونت اند ايه؟ كنت الأول شغالة اللي هو HTML و CSS و بوتستراب وجافا سكريبت و... وساس و... واللي هو بدل بوتستراب في حاجة اسمها اللي هو التايند. دول كلهم شغالة بيهم، فكنا بنعمل مشاريع كده، وبعدين اشتغلنا انجلر. بس انا مش يعني ما كنتش بعرف اعمل اي بي اي وكده، بقسم كومبوننت واعمل الحاجات ديت، بس ما كنتش بربط بالداتابيس، كان حد تاني اللي بيربط يعني. اه تمام تمام، يعني انت عندك انت حد فرونت اند وحد باك اند. اه. اه، لكن انت نفسك انت مش شغاله الاثنين مع بعض، او مش متاح دلوقتي ان تشتغلي الاثنين مع بعض. اه لا مش متاح. فانا حبيت ان انا اللي اربط بقى بالداتابيز واشتغل شغل الانجلر وهو يشتغل في الباك اند. اه تمام. طب اه، بس انت قصدك يعني انت مجرد الربط بس، لكن ما يعني مش انت تعملي فيتش للداتا من الداتابيز والكلام ده قصدك اه يعني؟ اه اه. اه تمام. لا انا شغاله باك اند بس. انا كنت شغاله فول ستاك يعني دوت نت ويب فورم، وبعد كده اتحطيت كده يعني فجاه في موضوع الاي بي اي، ان انا اعمل اي بي اي، كنتش عارفه يعني ايه اي بي اي اصلا. مم. بدات بقى ان انا اشتغل في الاي بي اي ده، بس باك اند بس، مجرد بجيب داتا والفرونت اند هو اللي بياخدها ويعيش معاها بقى. مم. بس اللي معايا الفرونت اند شغال موبايل ديفلوبر، مش ويب. اه. ف- فانا بقى عايزه اعمل انا اخد الداتا، اما اخد الداتا انا اللي اربطها، كنت انا بقى بقسمه في الكومبوننتس زي ما هتشوفوا كده، تمام وبعمل شغل الفرونت من اوله، اما الباشمهندس بيجيب تمبلت وبيقسمها كومبوننت، اما انا بعمل تمام. الشغل فيه. كان في واحد يو اي واكس المفروض بيعمل الشغل والعميل بيشوفه وبيديك الديزاين على الاكس دي او فيجما، وانا اخده اكمل، بس انا دخلت في حتة اليو اي واكس. تمام. فانا فانا اللي بقيت بعمل الديزاين على الفيجما او اكس دي، وبقيت اعمله على وبعدين ووقف لحد ما استخدم له كومبوننت واوريله الشغل ان هو رن، هو ياخد بقى يربط بالداتابيز ويجيب الداتا. تمام، يعني انت شغل اه ديزاين فانا بس. عايزة بقى اعمل حتة ربط الداتا.
عايزه افهم فكره ازاي ياخد اي بي اي يحطها عنده في الفرونت اند بتاعه، وازاي يفتش مثلا داتا معينه ويلعب بيها، ومثلا يحطها مش عارفه ياخد منها فيلد معين، ي- يعمل بيها كونديشن معين لو اتحقق يحصل كذا. انا ده كله صراحه مش متخيلاه. فالفرونت اند عندي بيعمل كده، بس انا مجرد بجيب له الداتا. فانا عايزه الصراحه اربط ما بين الاثنين، يعني حابه ان انا اشتغل اجيب الداتا وفي نفس الوقت انا اربطها بنفسي في الفرونت اند. ده اللي خلاني اخد ما الكورس ده هو صراحه. ده برضه اللي خلاني اخد الكورس، ان انا بقف لحد ما بديله الديزاين على الفرونت ايوه اند. تمام. يعني ان انا مكوده له، وهو هياخد بقى بيجيب فياخد الاي بي اي ويربط بالداتا. تمام، ما هو راجع احنا بنكمل بعض يا دي. بس فانا عرفت الربط الباشمهندس شرح لي شويه، وبعدين حصل ظروف فما كملتش يعني. ف... تمام. فبدأت معاه تاني من الاول. خير ان شاء الله، ربنا ييسرها. هو كده احنا ما بداش بقالنا كتير يعني، بسيطه ان شاء الله. وبصي عايزه اقول لك كمان، ممكن ابعت لك بالاضافه للكورس بتاعنا يعني، ابعت لك شانل كده يعلمك منها برضو بحاجه اضافيه ليكي مع مع الكورس. لو حاجه مثلا مش مفهومه يعني، الديزاين اللي انا عاملاه ده عاملاه مثلا، كنت خدت عرفت قبل كده يعني من معلومات قبل كده من اليوتيوب، ازاي تعملي الديزاين باترن اللي احنا عملناه ده، انت شفتيه وانا بعمله. فده كنت مم. واخداه من اليوتيوب اصلا، فهوريك الشانل كده تقعدي تشوفيها برضو مع نفسك كده، بالاضافه للكورس يعني، حاجه اضافيه ليكي تعلمك ازاي تعملي ديزاين باترن اللي انا عملته ده، هيشرحها لك بالظبط بالتفصيل يعني. تمام، شكرا هبعتها لك. لك ان شاء الله. انتي لو محتاجة اي حاجة في الفرونت انا هساعدك، يعني انا بعمل ديزاينات كويسة يعني. ما شاء بيقول. الله، ما انا هستغلك بقى، ما هنستغل بعض احنا الاثنين. ودي فايدة الكورس بقى، احنا نستغل بعض. مم. انت منين؟ من القاهرة. انا بنزل القاهرة كل شهر، يعني خالي هناك فبنزل اقعد عنده شوية. ده من جسر السويس، هو تسمعي عنها؟ حدائق. وحدائق القبة النزهة. انا. لا مش هلاقي القبة، النزهة. خالي في حدائق القبة، وانا كنت في جامعة دي القبة بعيدة القاهرة. عني. اه لا بعيدة عني هلاقي القبة، انا ناحية النزهة. مم. كنت انا في جامعة القاهرة هناك الكلية بتاعتي. اه تمام. كنت كل يوم بتروحي من طنطا للقاهرة؟ لا، كنت قاعدة عند خاله. امم. الحمد طيب لله احنا يا كده سيدي. سطبنا، احنا كده سطبنا الانجلر سي اللي اي صح كده، اه وصاحبنا على بعض. وتصاحبنا على بعض. ماشي. دلوقتي احنا سطبنا الانجلر الفيرجنز بقى يعني، اللي قدامك دي اللي هي ال 15.1.6 دي فيرجن الانجلر، وكل شويه هم بيطوروا وبينزلوا فيرجنز جديده. النود طبعا اللي احنا سطبناها، والنود باكج مانجر 9.3.1. فاحنا نركز على دول الثلاثه دول. خلاص طيب. تمام. اللي احنا سطبناه ده كله كوماندز، ممكن انت يا وسام تحتفظي بيها، وهدير برضو نفس الكلام وهحطها في ستيكي نوت. يعني افتحي عندك تمام. كده الستيكي نوت وايه، استنى انا اوريدي موجود، ماشي اوكي. وتحطي فيها كل اللي احنا عملناه ده في الايه، في الكوماند برومبت اللي عملناه كله. يعني هتبداي تدخلي بقى تطلعي فوق كده تاخدي كل اللي احنا عملناه، الانستولينج اوكي. وكل النود داش في دي معناها ان انا بعرف ماشي. الفيرجن ام بي ماشي. ام داش في. بسطب النود جي اس، ماشي. بعد كده اكتب ام بي ام انستول داش جي تايب سكريبت، وبعد ما اخلص دي تمام. اعمل انستول ام بي ام انستول داش جي ات انجلر على سي ال اي. بس كده. اوكي. وابدا بقى كرييت تمام. البروجكت بتاعي. خلاص. اوكي تمام. هسيب لك دي ماشي. عشان تكتبي انت الايه النوتس دي. اوكي. اكريت البروجكت بتاعي ازاي؟ في ان انا اجي كده اهو عندي على على الديسك توب او في اي حته. شوف انت عايزه نكريت فين. هو احنا بنكريتهم منين؟ مش من الفيجوال ستوديو كود ولا منين؟ هفهمك بص وقصدك دلوقتي. هكريت لسه فولدر اه الاول؟ ماشي. هفهمك دلوقتي. تمام. هنعمل، انا مش عارف اشوف ايوه هنكريت نيو فولدر هنا اهو. تمام. كريت لك انا؟ اه مش عارف كريت انت. او استنى. هتسميه ايه بقى؟ هنسميه مثلا موبايل شوب اي بي اي، او موبايل شوب بس. اكتبي موبايل شوب بس، موبايل شوب بس، موبايل شوب. وادخلي جواه. كريتي تو فولدر، واحد الباك اند وواحد الفرونت اند. الباك اند اللي انت مكريتاه هنبقى نحطه جوه فولدر الباك اند.
والفرونت اند هنيجي جواه ونكريت بقى، هوريك ازاي. الفرونت اند كلمه واحده صح؟ اي حاجه ايا كان مش فارقه. اوكي. كده كده هو البروجكت هو صح عباره عن شويه صح ان فايلات، انا لازم نبقى فاهمين ان كل حاجه عباره عن شويه فايلات. تمام. بقول لك هو انا صح ان انا اعمل في اي بروجكت اجي اعمله فرونت اند لوحده وباك اند لوحده؟ الايه مش فاهم تاني؟ بقول لك الصح لما اجي اعمل اي بروجكت لازم اخلي الفرونت اند لوحده والباك اند لوحده؟ بالظبط كده، عشان الباك اند ده يقدر يشتغل مع اي حاجه زي ما انا وريتك الموبايل ابلكيشن. اه تمام. اوكي فكره برضه تمام هنبدا ماشي. ندخل بقى جوه الفرونت اند. اتفضل خلاص. ماشي. ونيجي مم. نيجي هنا اهو، نقول له ايه، او نفتح الفيجوال او نفتح الفي اس كود، او نيجي هنا اهو نقول له سي ام دي، ونيجي نقول له ان جي. خلاص. جنريت او ان جي نيو. ده عشان اعمل ايه؟ ده عشان اكريت بروجكت. بس ممكن اكريته من فيجوال ستوديو كود عادي؟ ممكن تكريتيه من الفيجوال ستوديو عادي، او الفي اس كود عادي. ان جي نيو، واكتب اسمه، كريتيه بنفس الطريقه دي، واكتب اسمه موبايل شوب، واقول له انتر. يبدا يكريت لي الفايلات بتاعه البروجكت بتاعي. وابدا بقى ايه، اقول له كود دوت، ويفتح لي الفيجوال ستوديو كود. بيقول لي عايز لا هو تستخدم لسه، الانجلر راوتنج. بتقول ايه يا دي؟ هو لسه لسه منزلش المشروع يعني. لسه اه. هو بيقول لي عايز تقاد الانجلر راوتنج. ايه الانجلر راوتنج ده يا دير؟ ان انا اقدر اراوت ما بين البيجز، انه يضيف لي الاب موديول، اللي هو الاب راوتنج موديول. خلاص هتشوف انت الكلام ده معانا يا وسام. دلوقتي الحته دي بتاعت هدير بقى. تمام. انت الاول كنت فين؟ في الباك اند. اه كانت هدير بتسالك. دلوقتي هنا اهو الانجلر راوتنج ده اللي هو بيضيف لي الاب موديول، او التايب سكريبت فايل اللي بيكنترول وبيتحكم في الراوتنج ما بين الايه، ما بين الكومبوننت. وهتفهمي الموضوع ده. هنقول له واي. تمام. هيقول لي عايز تستخدم السي اس اس ولا الاس سي اس اس ولا الساس ولا الليس. كل دول طرق من انواع الديزاين. احنا هنستخدم السي اس سي اس اس. اس ماشي تمام. هيجنريت، وهتلاقي الفولدر بيتكريت جوه هنا اهو. اوكي. جواه بقى بيكريت الايه، البروجكت بتاعك اللي هتفتحيه دلوقتي، وهنشوف هنفتحه ازاي. اوكي تمام. فده يخلص. هو في اندكس موجود هنا طبعا في الفايل في الفولدر؟ بيكريت لك اندكس مظبوط. اشمعنى ليه بتقولي، ليه سألت السؤال ده؟ هو مش لسه اندكس شرط هينزل وكده عن حطيت ملف كده اندكس خلاص طيب. وتفتحي، لا في طريقة فتح غير العادية. ده هتشوفي الشغل دلوقتي، هتشوفي العادي دلوقتي. اللي انت اللي بس انا قصدي مش هتظهر عندي في الفولدر جوه يعني؟ هتشوفي دلوقتي، ما تستعجليش. اهو بتاعي. ايه. احنا كده عملنا اه ان جي واسم البروجكت بتاعي. بالظبط كده، انجينيو واسم البروجكت اللي بكريته. تمام. احفظ ولما برضو عملت احفظ انتر برضو. ظهر لك السؤال اللي تحت ده؟ ايه. لما عملت انتر ظهر سألك السؤال اللي تحت الاسئله العاديه دي السؤال ده؟ عشان يعرف انت هتشتغلي البروجكت بتاعك ازاي. اوكي تمام. بالظبط. لو انت شغالة لاس او ساس، دي طريقة كتابة في سي اس، فعايزة تشتغلي بده او ده اللي انت تختاريه، يعني حسب ما انت تختاري انت عايزة تشتغلي بايه. تمام. هي كلهم بيكتبوا سي اس، بس طريقة تنظيم الكود بس بتختلف في ساس عن سي اس. انا ما اعرفش سياسي الصراحه.
طيب باشمهندس، هي طريقة ربط الباك اند بالفرونت اند اه طريقة واحدة ولا تختلف من انجلر ل HTML تختلف طبعا، لحاجة تانية؟ تختلف بس بنفس الكونسيبت. فاهمه؟ تختلف اه سينتاكس تمام. بس نفس الكونسيبت. اه ماشي. بس هو الواحد بيركز في حاجه واحده. اه بس انا قصدي يعني عشان مثلا لما نخلص ده ان شاء الله، مثلا انا مثلا عامله مثلا حاجه ويب فورم، مثلا لو عامله مثلا بروجكت تاني بس بدوت نت عادي وحاطه جواه يعني عايزه بقى مثلا اطبق الاي تقدري بي اي دي تاكسسي، عليه. انت تقدري بالويب فورم تاكسسي الباك اند برضه، تعرفي كده. أيوة. اه انا اعرف بس ما اعرفش الطريقه ازاي، ما جربتش يعني. انا عندي شغالين في الشغل ويب فورم مع ويب سيرفيس مش اي بي اي. امم يبقى بقى شغاله مع الدوت نت كور بس. هو بقول لك الحاجه ليها 5000 طريقه يعني. بس هو الفكره انت بدات المشروع بتاعك ازاي بس، وناوي تكمله ازاي. يعني ممكن تمام. تشتغل، ما أنا بقول لك يعني الديزاين باترن ده في الباك اند بيفيد جدا. تمام. هو بياخد وقت في السيت اب او في الكرييشن، ولا هو عندك ايه المشكله، ولا هو لسه لا، شغال كل ده كرييت؟ هو كل ده بيتكرر بس هو المفروض ما اهو ياخدش اهو الحمد وقت لله اهو. يعني. فرجت اهي. تمام. كده خلص وكريت. بس في ورنينج. ماشي، احنا نيجي نقوم قافلين بقى كده، نقفل ده ونيجي ندخل جوه هنا كده، نروح ونيجي كده عليه بس ريفرش كده. خلاص. ونقف جوه هنا ونفتح السي ام دي ونقول ايه. انا مش عارف انت مسطبه البي اس كود ولا لا، كود دوت. ايوه مسطباه، باين مسطباه. مسطباه اه. هيفتح معانا على البروجكت على طول. تمام ماشي. اه كود اوكي ماشي. كود دوت ده يعني اختصار ان انا افتح لي البروجكت بالبي اس كود يعني. تمام هو ماشي بيمانج تمام. الفايلات يعني. هو بيمانج الفايلات. البي اس كود ده عامل زي ماشي النوت تمام. باد، بس هو ايه، ليه في شويه صلاحيات مختلفه بقى وحاجات مختلفه اه بتساعدني لا يعني. هو احسن الصراحه من نوت باد. سورس، لا ده طبعا احسن كتير، ده في كل حاجه. خلاص. ايوه لا. اول لما فتح لي كده، اول لما فتح لي البروجكت كريت لي ايه، يعني فتح لي الفايلات اللي انا لو انت اوريدي بصيتي بره هتلاقيها موجوده في الفولدر. ماشي. لو عملنا الت تاب كده، ماشي. وانا مش عارف اتحكم ايه. احنا في كده هو. في بطء شديد بس. خلاص، شايف الفايلات دي، انا شغلي كله جوه فولدر السورس ده. فانا باجي جوه هنا امم. وافتح فولدر السورس عندي على الفي اس كود. خلاص. ابص جوه فولدر السورس ده، اه الاقي اوكي عندي تمام اب، ماشي. ولاقي عندي اسيت، واسيتس. خلاص، اللي هي ممكن احط اي اسيت مم. عندي استخدمها، اوكي فايلات او سي اس اسات او ايا كان. عندي الاندكس دوت اتش تي ام ال. طيب انا عايز تمام. ارن البروجكت دلوقتي، انا عايز ارن البروجكت عشان افهم ايه هو اللي هو رنه ده. طيب اجي اقفل كده ورن البروجكت. ازاي ارن البروجكت؟ انا اقف هنا اقول له تيرمينال، واقول له نيو تيرمينال، تمام. واقول له ان جي سيرف عشان لازم ارن البروجكت. لو انا بقى باجي اتست بقى الفرونت والباك مع بعض، لازم اعمل ايه؟ لازم ارن الاثنين، لازم ارن الباك اند عشان الفرونت اند يشوفه، عشان الاثنين الباك اند بيرن على الاي اس، صح؟ تمام. والفرونت اند اه برضو بيرن على الايه، الاي اس سيرفر. فانا اقول له ان جي سيرف داش او، يعني اوبن يعني. اوكي. ثواني الحته دي بس، the ثواني يعني camera because اظبط coming عليها script is disabled and this is ثواني. for more. الحتة دي بس فيها سكريبت بنكتبه كده. مم. في سيرفيس ولا حاجه بتتفتح؟ في بوليسي بنعمل لها ست، بنيجي نقول له
نفتح السي ويندوز، ممكن نقول له set مش عارف اكتب ازاي. بكتبها لك. استنى ماشي. انا بكتب اهو. set execution لا، بعد الاكس اي. ما انا بقول بس execution policy remote sound عشان يقبل ان هو ياخد من هنا طب ويت. انت ثواني. محتاج تخش في الريجستر. محتاج ليه؟ تخش في الريجستر عشان تتشنج ايوه حاجة معينة جوه. ايوه هقول لك ازاي. هي بوليسي بس لازم ابقى على البروجرام فايلز. انا هفتح عندك السي بروجرام دلوقتي، هو في بطء كده. افتحي لي السيم افتحي لي الستارت منيو عندك بس كده. ماشي اهو. ماشي. عايز باور شيل؟ اه افتحي الباور شيل. طيب استنى. لا عشان معلش انا اسف. باور شيل اهو. ده كده صح؟ اه هو ده ولا مين فيهم؟ اهو ماشي. فتح. اه اهو. لو عملنا كده جيت ما بيكتبش ليه؟ هتكتب؟ استنى طب كده اكتب لك انا. ماشي، جيت ايه؟ اكتبي جيت. استنى سيبيني كده احاول انا اكتب ويت. ماشي. ايه مشاكله؟ هو ما بيسمحش ان حد يكتب فيه عشان ازاي ما. هو واخد بالادمن وانا ادمن. اه طيب اعملي جيت داش. داش ماشي كده يعني. اه بس لازق فيها على طول. طب ماشي استنى. داش اوكي. execution policy. كابيتال ولا عادي؟ اي كابيتال والجي كابيتال برضو في الاول جيت، والبوليسي كابيتال. بوليسي بوليس. LICY. اوكي بعدين. بولي اسفه. دوسي انتر كده. بوليسي. دوسي انتر. انت. لا ريستريكتد. هو مكتوبه كده صح ولا في مسافه صح ما بينهم؟ صح كده. اعملي ست بقى، اعملي ست execution طب policy ماشي. واكتبي جنبها unrestricted. ايه. واكتب جنبها ايه؟ unrestricted. ان ريستريكت. ماشي، اه دي كلمه واحده ولا مسافه يعني؟ اه كلمة واحدة unrestricted، عكسها ايه. يعني unrestricted. بس. لا 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 لا، خدي سبيس بعد البوليسي ايوه واكتبي ما انا بقول لك unrestricted كلمة بتقول واحدة. لي كلمه واحده. لا ماشي. لا الكلمة واحدة unrestricted كلمة واحدة مش بعيدة عن بعض. ماشي اوكي unrestricted اوكي. خليها كده. restrict بس كده. دوسي انتر. unrestricted. قولي له يس واي. اعملي جيت بقى. دوسي لفوق كده اكنك بتنادي تاني ادوس. جيت اكسكيوشن بوليسي. ايوه جيت هاتي جيت. ماشي. ايوه دوسي انتر هتلاقيها unrestricted. ادوس انتر لا عادي. لا لا شيلي سنة ريموت دي فايل. ست. انت عايز الجيت؟ ايوه بس كده. يلا انتر. ارن على دي كده. اه بس كده روحي هناك. unrestricted. تعالي بقى نرجع هناك ماشي. هنا. نرجع على الفي اس كود. انا مش عارف اتحكم تعالي على الفي اس كود بقى واكتبي وارجعي تاني. ماشي. قولي ان جي سيرف داش او. قولي ان جي سيرف داش او. دوسي فوق دوسي فوق. اهو انا واقفه اهو. دوسي لفوق. اقفي جوه اقفي استنى بس. خلي الكرسي يقف جوه ودوسي معلش قول لفوق. تاني كده. اهو كده يعني. لا هاتي ان جي سيرف بقى ان جي سيرف. أيوة. اه قولي انتر كده هيقبلها معاكي عادي ويفتح.
اه تمام، ما دوست خلاص. تمام. هيلسن ويكريت بورت، قولي له يس، امم. وبيكريت بورت، ويبدا ان هو ويس. اوكي. يحط البرنامج عندك بتاعك ايه على البورت ده، ويفتح لك بقى ايه التمبلت اللي هو عاملها كده. هو عامل تمبلت كده بسيطه، وهتلاقيه بيرحب بيكي في الانجلر يعني، في الويب تمام. سايت. يعني ده الويب سايت بتاعك، تبداي انت بقى تغيري بقى في الويب سايت بتاعك، وده بقى اللي هناخده السيشن اللي جاي. تمام زي دوت نت كور، يعني عامل تمبلت خاصه بيه هو. بالظبط كده. باكجز، هنبدا بقى ايه ندخل بقى جوه نفهم ايه الباكج جيسون والانجلر جيسون، وازاي ان انا ابدا بقى اجيب تمبلت، اجيب يعني الانجلر ماتيريال دي هندخل نفهم فيها كل حاجه، ازاي ان احنا بندخل نعرف الباكج، ننستولها برضو وتنزل معانا في النود موديولز، وابدا اخد السكريبتات بتاعتها واضيفها جوه الانجلر دوت جيسون. خلاص. وابدا ازاي اعمل راوتنج واعمل تمام. ريكيرسيف راوتنج. يعني ايه؟ يعني المره اللي فاتت يا هدير احنا خدنا الراوتنج عادي، لا انا عايز بقى ايه اعمل لوجن بيج من بره خالص. اول لما يفتح البرنامج مم. يتشيك على التوكن. لو انا دخلت على الراوت بتاع تمام. يجي يتشيك على التوكن، لا التوكن مش موجود، يبدا ايه يخرجه ويوديه على اللوجن بيج. يبقى انا هيبقى عندي راوتنج موديول تحتيه تشيلدرنز. خلاص. تمام. مم. هيفتح معاكي دلوقتي ايه على 4200 الهوست، اللي هو اللي بيتكري ده طبعا البورت الايه اهو بصي. هو ده. اه كده ده الويب سايت. تمام. احنا بقى مم. ايه قلنا له ان احنا عايزين نعمل راوتنج، بعد كده نبدا بقى نكريت كومبوننتس بقى، كل كومبوننت للبرودكت وكومبوننت للكاتيجوري، ونبدا ان احنا نعمل زي اه كنترول بانل كده ان احنا نضيف الحاجه دي، وبعد كده نضيف معانا الايه ال- اي تمبلت احنا عايزين نحطها ونحطها عادي يا هدير. عكس بقى المره اللي فاتت انت قلت لي انا جيت اسطب الانجلر ماتيريال، لقيت ان الانجلر ماتيريال عملت ايه؟ ما رضيتش تتسطب، صح؟ اه. انا كنت منزلها فيرجن بوت ستراب اللي هي كانت بتاعه البروجكت، والستايلات بتاعتها البوت ستراب اللي انت منزلها كانت فيرجن بتكونفليكت مع الانجلر ماتيريال، البوت ستراب بتاع الانجلر ماتيريال. فاحنا هنفهم ازاي ان احنا نسطب الباكج الاول بتاعت الانجلر ماتيريال، ونحط البوت ستراب بتاعها الاول الاساسي، وبعد كده نبدا نحط اي تمبلت احنا عايزينها. اوكي. طب وممكن ثانيه نعمل. واحده، هو الباكج الماتيريال دي هي غير اللي احنا غير اللي نزلناهم دلوقتي؟ لا بصي، دلوقتي احنا خلاص عملنا سطبنا كده خلاص الانجلر ماتيريال بقى دي. لو دوسنا كده هنا، لو ودينا على الانجلر ماتيريال لينك، تمام. دي بقى التمبلت بتاعت الانجلر، ان انت تقدر تستخدم، تقدر ماشي. تخش على الكومبوننت دي وتبدا بقى تمام. تتفرج بقى على كل الايه، كل الاكزامبلز اللي هو حاططها لك هنا اهو، وتبدا انت تنفذ اه وانت الاكزامبل اللي انت عايزها. زراير بقى، وهنستبدل بقى بيها الحاجات اللي عندنا. بالظبط، لسته، طب تيبل، ازاي اعمل باجينيشن، ازاي احط سايد ناف مم. بار. خلاص. تمام. سايد ناف بار زي ايه؟ زي اللي انا وريته لك المره اللي فاتت، اللي هي بتفتح وتقفل دي، اللي كان فيها يعني ثواني اوريكي، تمام. اوريكي زي ايه. نفتح نكزت فول سكرين، وابدا انا اشير السكرين. اعملي انت ستوب شير كده. ماشي حاضر. اعمل انت من طب استنى. انا هعمل ستوب خلاص شير. تمام. اه ماشي. خلاص انا خلاص. هشير انا السكرين بتاعتي. شايفه كده اللي اوكي. قدامك ده؟ ايوه. ده كده دي سايد ناف بار معموله بالانجلر ماتيريال. خلاص اهي، شايفاها؟ اوكي. مم. طب الداتا مش جايه ليه؟ عشان انا مش شايفه الكومبوننت بقى على ديبارتمنت دي، جايبه لي ديبارتمنت. طب لو دخلت على الاصناف هيجيب لي الاصناف على الايتمز. طيب يبقى انا كده اوكي. محتاج ان انا لو دخلت دلوقتي عملت رنيت الباك اند بتاعي. انا هفتح ارن الباك اند بتاعي كده اهو. اول لما رن ماشي. الباك اند بتاعي، يوم هو ايه، يبدا هنا اهو، مجرد ما ريفرش الاقيه جاب الداتا. خلاص. لان انا رنيت الباك اند بتاعي وهو باصص على الداتا دي، شايفه يا دي؟ مم. اه. اه. ابدا انا ايه، ادخل على اجي اعمل لوج اوت. تعالوا بصوا كده اللوج اوت طلعني بره. خلاص. ادخل كده يقوم يدخلني. طيب لو جيت كتبت هنا يا هدير على ديبارتمنت يوديني. طب لو انا عملت ساين اوت وجيت دخلت قلت له وديني كده على ايه، ده الاوس كومبوننت. خلاص. طبعا هنعمل مم. اوس كنترولر هناك في الباك اند، وهنتعلم بقى ازاي نعمل برضو التوكن. هدير برضو هنعيد تمام. الكلام ده تاني، بس بالطريقه اللي احنا شغالين بيها. فابدا انا دلوقتي هنا لو كتبت له ديبارتمنت ما يروحش، يخرجني بره. ليه؟ لانه بيتشيك على التوكن مش لاقيه.
طيب بالظبط. فكل ما يتشيك على التوكن مش لاقيه يقوم يطلعني بره. اوكي. تمام. انما لما يدخل واجي ادخل له انا اي حاجه مم. هنا عادي هيقبل مني كده. سوري، انا اصلا مفيش حاجه اسمها بيشنت ريبورت، في حاجه اسمها الديبارتمنت مثلا، يوم يدخل عليها كده كده يدخلني على الداتا. خلاص كل دي داتا، والداتا دي تمام. جايه منين بقى يا يا وسام؟ لو انت عملتي كده وعملتي انسبكت وجيتي قلتي له وريني كده الانسبكت عندي، هقول له وريني الكونسول، هلاقيني ايه برجع التوكن اهو. خلاص برجع التوكن وبرجع اري اهو في الديبارتمنت. فانا الاري اللي رجع ده رجع جيسون. طب لو دخلت على النتورك وقلت له وريني كده الديبارتمنت دي، يعني انا هرفرش هنا اهو كده واخش على النتورك الاقيها مرجع لي ديبارتمنت، ابص عليها كده الاقيه جايب اتش تي تي بي جيت على اي بي اي على اسم الكنترولر طبعا، ومرجع لي الريسبونس بتاعي الداتا بتاعتي اهي. تمام. خلاص فاهمه الباك اند فين؟ اهو الباك اند اهو، هو ده الباك اند اللي راجع، باخده وابدا ان انا او اعمل له بايندنج عندي فين؟ بالمنظر ده، وبيعمل باجينيشن اهو، وبي ايه ابدا عمال بيقلب لي في الداتا بتاعتي اهو. لو عايز اعدل اعمل كده، ادخل مثلا على الاصناف هنا، عايز اعدل مثلا في الصنف اقف كده عليه واعدل فيه الداتا بتاعتي، يروح يعمل بوت في الباك اند ويترجع لي تمام. الريسبونس. طب لو انا وقفت له الباك اند بقى كده، عشان برضو عايز اوضح لكم الفكره دي، لو وقفت الباك اند وجيت قلت له اعمل ايديت كده، هو رن كلاينت اهو، اول ما يروح السيرفر الباك اند الاقيه ايه؟ هيضرب معايا يقول لي لا ما خطأ في التعديل. شايفه صح خطأ؟ بعدين. خطأ تمام. دي ممكن اخليها حمراء، يعني ممكن اخليها اصلا حمراء. طب انا لو جيت عملت تسجيل خروج وجيت قلت له لوجن تاني، هيقول لي ايه؟ ما اعرفكش لان الباك اند مش موجود. incorrect user name or password، تمام. او ممكن اطلع له اقول له سيرفر داون. انا قايل له incorrect user name or password، هو المفروض يقول لي سيرفر داون. بس تمام. اول لما رن كده معانا هيدخل يا دي معاك. هو معايا. بالظبط، اجي ادخل اقول له دخول هتلاقيه يقوم داخل. ليه؟ لانه الباك اند ايه؟ صحي. الباك اند صحي دلوقتي ليه؟ لان انا عملت له رن، وطالما انا عامل له رن فهو بيهوست على البورت معين، فخلاص بيهوست على البورت اللي هو مش عارف 7 6 مش عارف ايه. بعد كده نبدا نجمع التو بروجكت دول ونببلشهم مع بعض في بورت واحد، ونتعلم ازاي نببلش تمام. اونلاين. خلاص. دي ازاي معموله؟ تمام. دي معموله بالانجلر سي اس اس و اتش تي ام ال، وبتحكم فيه بالان جي اف وبال بالاوتبوت وكم حاجه هنتعلمهم مع بعض. خلاص. لو تمام. احنا بصينا جوه الكود بتاعه هنلاقي عندنا ايه هنا اهو. الحته دي بتاعت الراوتنج هي دي اللي بقول لك عليها، انت دي مش عارفاها يعني، بعيدا عن وسام لان هي مش فاهمه ايه اللي بيتقال دلوقتي او ايه اللي بيحصل دلوقتي. بس ده ايه؟ ده الجزء اللي بتكلم عليه، ان انا عندي الباص لو على لو فاضي يروح على المين كومبوننت. ايه المين كومبوننت ده؟ هوريك ازاي عاملين مين كومبوننت. مين كومبوننت ده اللي هو ايه؟ حاجه كده بتحولني يعني هو كومبوننت فاضي ما فيهوش حاجه، انا بستدعي فيه السايد بار والهيدر. السايد بار دي والهيدر ده، خلاص بستدعي الاثنين دول اه في حاجه زي